لو فاكر انك تعرف كل حاجة تبقى غلطان، لان في شوية اختراعات فريش هيخلوك حاسس ان احنا رايحين لحتة بعيدة قوي. تيجي معانا؟ تعال. واولهم حلم الطفولة، وده مسدس لصيد الحشرات او باج اي سالت، وده مسدس تصطاد بيه زي ما تحب من الحشرات، جات معاك في زواحف ودي يا معلم. وده عن طريق طلقات قد حبايه الرز كده، بس مشكلته انه بيصطاد من مسافه 3 قدم، يعني ما حصلش متر، وده هيحتاج جرأة كبيرة منك لانك هتقرب من الصرصار اكتر. خد بالك ده بيطير، بس مع شويه تدريب هتكون حريف. تاني اختراع بقى هيخليك تضرب كف بكف وتقول هي الدنيا جرى فيها ايه؟ تعال لي بقى كده وانا هقول لك الدنيا جرى فيها ايه. دلوقتي بقى في عربيه بتتزرع. والله انا عارف انك مش مصدق ومش مستوعب اصلا ده اللي هو ازاي. شركه مرسيدس اعلنت في معرض لوس انجلوس 2010 انها بتطور في تقنيه حديثه اسمها السياره الحيويه، ودي تجربه بيطبقوها على عربيه اسمها بيوم، واللي كانت في الاساس بذرتين. والعربيه دي بتنمو في بيئه عضويه، يعني في تربه عاديه خالص بس بظروف خاصه. خد بالك الكلام كان في 2010، يعني زمانها كبرت وترعرعت دلوقتي وبقت عربيه قد الدنيا. ما تبقاش تتريق بقى على المكرونه اللي لسه بتتزرع، ما بقاش في حاجه مضمونه دلوقتي. تالت اختراع ده بقى على قد ما هو حزين بس مهم، وخصوصا لاخواتنا السناجل، وبالذات لو الدنيا جايه عليهم. مخدة الهجمي او احضني. مش انا يا عم انت. احنا هنا كمصريين ممكن نسميها ايه عشان نبيعها مثلا؟ مخدة وسيني، خد بخاطري، حاجه في الرينج ده. يعني لما تيجي تبيعها وتسرح بيها في المترو ممكن تقول مخدة تطبطب بيها للحنيه، مخدة تطبطب بيها ليك وليا. هتمشي بالصلاه على النبي كده. رابع اختراع بقى مناسب لاخوك قوي عشان حالته الماديه مش ولا بد، انبوبه معجون اسنان بغطا من الناحيتين. دي بقى ولا هتفضل تعذبها معاك طول الشهر ولا هتضغط عليها. دي بقى مجرد ما تقرر انها تخلص هتخلص من غير فرهده. والله ريحت واستريحتي. خامس اختراع معانا هو اتقدم في معرض ايفا برلين 2022. الناس دول كانوا حاسين بينا قوي يا جماعه، وعارفين ان السوق تشبع بعربيات الكبده، فاختاروا حته لحمه مطبوعه بطبعه ثلاثيه الابعاد، مستحيل تفرق بينها وبين اللحمه البلدي بتاعتنا، لا من حيث الشكل ولا اللون ولا الريحه ولا حتى الطعم. ومن بكره الصبح هتلاقي عربيات ماليه الدنيا بيبيعوا النص ب3 جنيه. حضرتك بتصلي على النبي، الكبده دي طازه ولسه الحيوان مقتول دلوقتي. الحقيقه ان العالم بيجري بسرعه قوي لدرجه ان نفسنا اتقطع. انا وانا صغير كان الكمبيوتر نفسه بالنسبه لي اختراع، كنا بنتعامل معاه في المدرسه على انه الاوضه اللي ما ينفعش نفتحها والا هتحل عليك اللعنه. انا خايف.